99. طيب خلينا ننتقل إلى شيء آخر. كيفك؟ يعني الوقت معي مو كثير وأنا في نقاط. الأمر إليك. التشكيك في ولاء الشيعة في الخليج، يعني الآن الشيعة في الخليج يشتكون يقولون أنه إحنا دائما تشككون في ولائنا، تقولون ولاءنا مش لدولنا. يعني الشيعي الكويتي ما تشكك فيه، تقول له أنت ولاءك مش للكويت، وأنت الشيعي السعودي مش ولاءك للسعودية، وأنت البحريني كذلك، أنتم ولاءكم لإيران مثلا. يعني أنت كيف تنظر إلى مثل هذا التشكيك؟ أنا شوف، يعني أنا لا أشكك بقدر ما إني يعني عندي بيانات واضحة. بيانات على إيش؟ بيانات واضحة أن هؤلاء مقلدون، يقلدون المرجع. طيب، الدين مقدم على الوطن. هؤلاء ولاؤهم ديني، فيقدمون قول المرجع. أنا جلست مع أحدهم وإن شئت سميته لك، سموه يعني حسن الصفار. نعم. طيب، أنا سألته سؤالا، قلت له إذا قال الخامنئي أو السيستاني شيئا وقال الملك فهد شيئا آخر رحمه الله في زمن الملك فهد، نعم، وقال الملك فهد رحمه الله شيئا آخر، تقدم قول من؟ قال لا، أنا لا أقول بولاية الفقيه. قلت له شيعة القطيف يقدمون قول من؟ الذين يقولون بولاية الفقيه يقدمون رأي الخامنئي أو يقدمون رأي الملك فهد؟ فقال لي يقدمون رأي الخامنئي بملء فمه. يعني قال يقدمون رأي الخامنئي، وهذه حقيقة. طيب، فأنا أن تسلب الولاء الآن عن كل الشيعة أنهم مش لا مواطنين. لا هو الذي قال، لست أنا. هذه واحدة. الأمر الثاني، وأنت تقول يا شيخ؟ لا، أنا أقول لا، الأصل في الإنسان عندي البراءة، لكن يجب أن أكون حذرا. أنا يجب علي أن أكون حذرا. يعني هؤلاء أنا أكون معهم، أنا لا أشكك في ولائهم، لكن أكون حذرا جدا. لماذا؟ لأن في سوابق. يعني الآن في عفوا المظاهرات صارت في البحرين. اللي صارت في البحرين، يعني لما يتظاهر أهل السنة ماذا يرفعون؟ صورة الملك. لما يتظاهر الشيعة ماذا يرفعون؟ صورة الخامنئي. نعم. والشيرازي وغيره والمدرسي وهكذا. هنا يظهر الولاء.